تخيل رجعت لبيتك بعد يوم طويل ولقيت التكييف والكهرباء مقطوعة. السبب خلاف مع المالك، وقرر المالك يضغط عليك عشان تطلع. ايش أول خطوة تسويها في هذه الحالة؟ كثير منكم يفتكر أن الموضوع محتاج محامي وقضية وتعب شهور. الحقيقة في دبي الموضوع أبسط وأسرع بكثير، لأن القانون يوضح أنه أي محاولة لتعطيل انتفاعك بالبيت، سواء بقطع الكهرباء أو الموية أو حتى تغيير قفل الباب، هو تصرف ممنوع تماما. الخطوات العملية اللي لازم تسويها الآن: أول شيء توجه فورا لأقرب مركز شرطة، ما يحتاج تروح المحاكم في البداية. وقدم على طلب إزالة التعرض، اطلب من الشرطة التدخل لإعادة الخدمات، وهم عندهم الصلاحية لإصدار أمر للمالك بإرجاع كل شيء زي ما كان فورا. بعدها وثق الحالة، الشرطة بتعمل لك محضر رسمي يثبت إنه المالك قطع عنك الخدمة وفي أي ساعة بالضبط وإيش اللي صار. ليش هذا المحضر؟ لأنه هو سلاحك السري بالفعل، لأنه هو يعتبر مستند رسمي وقوي جدا تقدر تستخدمه لاحقا عشان تطلب تعويض مالي عن كل الضرر النفسي والمادي اللي مريت فيه، والقضاء بيعتمد عليه كدليل قطعي. تذكر دائما حقك في السكن والراحة محمي بقوة القانون في دبي. شارك هذه المعلومة مع أصحابك المستأجرين وخليك دائما عارف حقك. كان معك عبد الله عبد القادر من برو بوينت، ولا تنساني من اللايك والشير، ونراك على خير. سلام عليكم.